اهلا وسهلا بيكم. ده اول ظهور ليا في القناه، وحابه اعرفكم بمصر الجميله. احنا قصاد الاهرامات، حضاره 7000 سنه. حابين نتعرف سوا بال... حابين نتعرف مع بعض اجمل حابين نتعرف مع بعض باجمل مكان في مصر، حضاره 7000 سنه، الاهرامات. انا بتغزني عارفه. حابين مع بعض نتفسح فسحة جميلة في مصر، في مكان من أروع الأماكن في مصر. بأكد مستنية تعليقاتكم ومستنية التفاعل مع بعض، وأتمنى إن انتوا تشتركوا في القناة علشان نتواصل مع بعض، وعلشان تقدروا تشجعوني إني أعمل رحلة تانية. يلا بينا. اللي انتوا شايفينه يا جماعة معايا دوت هرم خوفو الأكبر. شايفين الأحجار ضخمة ازاي؟ هي طبعا ضخمة علشان بتوصل وزنها ما بين طن لتمانية طن. ممكن تتخيلوا كده معايا، تشوفوا عمال، آلاف من العمال بيستخدموا معدات بدائية جدا في عمل المبنى الضخم دوت. الأحجار ديت مش كلها من المنطقة المحيطة، لأ. ده هم كانوا بيستخدموا جزء منها في من جبل طورا، والجزء الداخلي اللي هو بتاع الملك كانوا بيستخدموا بنوه من الجرانيت، وده كانوا بيجيبوه من محاجر أسوان، وكانوا بيجيبوه عن طريق نهر النيل. لكن الهرم ما كانش بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، كان مغطى بالكامل زي يعني بجير ابيض ناعم. كان من فوق خالص بيبقى في زي بلاط من الذهب، لكن هو مش موجود. مش عارفة اتسرق ولا موقعه فين. شايفين، انا بحاول اقرب لكم عشان تشوفوا قد ايه الاحجار ضخمة جدا، من غير اي مواد لاصقة تم الصاقه. طبعا هم الكل بيستعجب، معرفش دوت عن طريق الضغط الاحجار ببعض، مع مرور الزمن بيتلاصقوا. انا يعني مش عارفة اجزم بالظبط في الموضوع دوت. انا بحاول اقرب لكم. طبعا الاحجار مختلفة عن الارض. هم الارض حطوا فيها زي طبقة كده، اجزاء سفلية، ودوت اللي استعانوا بيه من جبل طورا. ده المنظر من بعيد شوية. هنحاول نركب العربية ونشوف، نتجول جوه اكتر. هنا على ايدينا اليمين هيبان مكان واسع جدا. انا بقترح ليه ما يتعملش خضرة او نظام تندات الناس تستريح فيه، بدل ما بيتسلقوا على الهرم او يقعدوا على الهرم. انا مش عارفة هل في سبب اثري مش مستغل المكان دوت فيه ولا لا. هو مجرد اقتراح. احنا دلوقتي هنروح لمعبد. المعبد ده موجود في منطقة الهرم. بيقدم طبعا المعبد فيه الطقوس والقرابين للملك. اهو انا هحاول امشي بطيء. وده بيعبدوا فيه الاله اللي هو ممثل في الفرعون. اهو احنا يعني رايحين عشان ندخل فيه. آه، انا برضو ماشية بطيء يا جماعة عشان تقدروا تستمتعوا معايا بالرحلة. كل خطوة اهو ده المعبد. حاولنا للأسف ندخل، قالوا ده مش متوفر او ممنوع، او في تحديثات، مش عارفة بالظبط ايه سبب اغلاقه. لكن ليه يا جماعة؟ الوقت دوت وقت السياحة يعني، وبعدين بتشتكوا من السياحة. طبعا المكان زي ما انتم شايفين رائع وواسع، ما ينفعش الواحد يمشي برجله، لا احنا لازم نستعين يا اما بالعربية يا اما بالكاريتا، اللي هي اللي بتسوق الحصان بيسوقها. عبارة عن عربية كده خشبية، الحصانة يا إما عن طريق الحصان. اللي انتوا شايفينه دوت هرم خفرع. ودوت بسبب عوامل التعرية أو عوامل الطبيعة. حصل فيه تآكل في الجزء العلوي. حبوا يرمموه زي ما انتوا شايفين. مهما كان الترميم، مش زي جودة
العمل العظيم البدائي في أوله. كده احنا رايحين للهضبة. هو يعني هو طبعا المكان كله هضبة، بس رايحين يعني في هضبة علوية أكتر عشان نقدر نشوف الثلاث أهرامات. هما مش ثلاث أهرامات بس، هما تقريبا 9. هنحاول نشوفهم واحنا في طريقنا للهضبة، هندردش شوية. عايزين نقول إن الهرم الأكبر استغرق في بنائه 20 سنة. يعني تخيلوا يا جماعة، 20 سنة العمال بتنحت وتكسر وتعمل علشان يوصلوا لنا الحضارة ديت. ده في الهرم. لكن الممرات السفلية اللي احنا شفناها اللي هي تحت الهرم ديت، الأجزاء السفلية قعدوا فيها 10 سنين. 10 سنين يعني 30 سنة تقريبا عشان يعملوا لنا الهرم. زي ما انتم شايفين الحتة دي واسعة قد ايه، طبعا غير مستغلة. ليه ما نعملش مثلا أسواق نبيع فيها المنتجات المصرية، لو في منتجات مصرية يعني، بدل ما كل حاجة بنستعينها بالصين. وبدل ما هم في كل حتة يعني متجولين كده بمنظر غير حضاري. طبعا أكل عيشهم ما نقدرش نقول حاجة، بس يعني لو قدرنا نوظف الناس دي بطريقة كويسة هيبقى ده. طبعا عربيات سياحة. آه لسه عندنا سياح، لسه عندنا امن. صدقوني عايزه اقول لكم، اول ما بتدخلوا امن جديد بيفتشوك في كذا ممر. لازم نشيد بالموضوع دوت ونحييهم. الامن في كل مكان، حتى هنا في الطريق في امن واقف. انا مش عارفه الكاميرا جايباه ولا لا. طبعا بحيي عامل النظافه، الف تحيه ليه. ده اللي اهو في امن اهو على ايدينا الشمال. آه، طبعا في كل كام متر هنلاقي عامل نظافة ينظف مكان ينظف مكان الحيوانات. بس ليه الأسفلت يا فندم متكسر؟ يعني عندنا حضارة وعملنا هرم بالعظمة دي، مش قادرين نعمل أسفلت مفهوش تعضلات. اهي برضو بحيي الست بتاعت عاملة النظافة، ألف تحية ليها. عايزة أقول لكم إن الهرم ده مكان بيدفن فيه الملوك تقريبا. خاصة الهرم الأكبر ده مكان عمله خوفو، وهو قصد يعمل أعظم مكان في العالم. احنا كده وصلنا للهضبة. شايفين تجمع الأجانب. طبعا المكان أساسا رائع، نقدر فيه ناخد فيه صور جميلة. أكننا ماسكين الهرم، أكننا حاطين الهرم على كتف، على ايدينا، كف ايدينا. ان احنا قلنا ان الاهرامات كانت بيدفن فيها الملك او الملوك. خاصة الملك خوفو قصد ان هو يعمل اعظم مبنى في التاريخ. عمل طوله 146 متر. تخيلوا ارتفاعه 146، وعملوا على قاعدة 230 متر، فهو فعلا حاجة ضخمة. طيب هو عملوا ليه؟ ان كانوا القدماء المصريين زمان كانوا بيعتقدوا ان روح الملك بتظل ترعاهم. وان هي من طريق يعني من خلال الهرم بتصعد الى السماء، وبتنتقل الى باقي الالهه. ومن يعني وال وبتنتقل إلى باقي الآلهة. حيث بيمكن للملك إن هو يرعى الأحياء على الأرض، وإرسال لهم الفيضان والنمو والرخاء، وإن هم يحفظهم أو يحميهم من أي شر. ده كان المعتقد عند الفراعنة. شايفين الأجانب مستمتعين ازاي؟ طبعا بياخدوا صور جميلة. أنا اتصورت معاهم على فكرة. آه، هنا هي بتوضع ايديها علشان يعني اكنها ماسكة الهرم بكف ايديها ومشاورة عليه من فوق. الهضبة جميلة من فوق، بتورينا الاهرامات، بس احنا مش قادرين نشوف الثلاث اهرامات الصغيرين من بعيد. الكاميرا مش جايباها قوي بتاعتي. برضو المكان واسع. هنا الناس بتستمتع بالجو.
على الرغم ان الشمس ساطعة جدا، لكن الهواء جميل، فمش بيخليك ان انت تحس بان الشمس حامية يعني. طبعا في جراج للعربيات. خلاص كده احنا رايحين لهرم منقرع، وده الهرم الأصغر. اهو هنا الصورة جايبة لو انتوا تلاحظوا معايا في 3 أهرامات صغيرين غير ال3 أهرامات الكبار. في كل مكان هنلاقي جراج للعربيات علشان نقدر، ودي حاجة كويسة عشان نقدر مش أي حد يحط العربية في أي مكان. زي ما انتوا شايفين احنا هنركن العربية دلوقتي وهندخل هرم منقرع عشان نشوفه، وده مسموح للدخول بيه من جوه بتذكرة خارجية. يا ريت بقى لو صناديق القمامة اتحطت بشكل مكثف وشكل ألطف من كده هيبقى حاجة جميلة. كده احنا داخلين الهرم. طبعا واحنا بندخل بنلاقي ناس بتبيع اللي هو زي الانتيكات في كل مكان، بس يعني برضو بأكد ليه ما نعمل لهمش زي آم، مش بنا بالطوب، بس يعني زي اكشاك متحركة كده ممكن ما تبقاش ثابتة، ان احنا يقدروا يحطوا فيها منتجات بطريقة جميلة وتحضرية، بدل ما الواحد ماشي كأنه في أتوبيس الواحد بينادي عليه آه، يعني يفضل يعني. طبعا حابة أقول حاجة يعني مش لطيفة، اعذروني. المتحكم في الهرم مين؟ مجموعة الناس بتاعة الخيول وبتاعة الحصينة هم المتحكمين. احنا دلوقتي في دخولنا إلى هرم منقرع، ودوت تالت هرم، وهو الهرم الأصغر بالنسبة لخوفو وخفرع. زي ما انتوا شايفين الهرم بيزن ملايين من الأطنان. تخيلوا معايا الحجر الواحد بيوصل وزنه ما بين طن ل8 طن. بيعملوه في ارتفاع معين في مقاسات معينة. حتى المهندسين اللي جم وعينوا الهرم حسوا ان يعني او اكدوا ان العملية ما كانتش ان الهرم موجود في اي مكان، لا ده مكان معين بمقاسات معينة بسوى معين. لو تلاحظوا ال الثلاث مسافات في الهرم، اللي هو 3 أضلاع بتاعة الهرم متساوية جدا أكنك ماشي على مسطرة، وكل دوت بأدوات بسيطة جدا. طبعا الأجانب هنا مندهشين من عظمة المكان وقد إيه المكان قيم جدا. هنحاول ندخل للهرم من جوه، وده مسموح ان انت تدخل بيه علشان نشوف المكان اللي بيدفن فيه الملك. هو معمول اساسا الهرم كمكان بيدفن فيه الملك وبيحطوا فيه الاكل والشرب، علشان هم في معتقدهم ان الملك مش هيموت، لا ده هو هيتواصل في العالم التاني معاهم. آم، طبعا في امن في البوابات كلها، وفي تفتيش وممنوع الكاميرات. لكن انا هحاول او يعني اصور بس الجزء اللي من فوق علشان نقدر نلتزم بالتعليمات. هنا ده ممر خشبي بنطلع عليه، وبعدين بنلاقي زي سلم برضو خشبي بننزل عليه. انا نزلت من جوه وشفت المكان. مكان فعلا ليه هيبة كده. خلاص احنا كده رايحين زي طريقنا الى ابو الهول. في اقتراح تاني حابة اقوله. زي ما انتم شايفين المكان فيه منتجات طبعا من الصين. قليل جدا للأسف المنتجات المصرية.
لكن هي موجودة. ليه شرطة السياحة أو مش شرطة السياحة، ليه المسؤولين في السياحة ما يعملوش زي إكشاك متنقلة بدل المنظر الخشبي البدائي جدا اللي هو واحد مسمر كم خشبة كده بطريقة. لا، ليه ما نعملش أكشاك بطريقة منظمة بلون واحد تجذب السائح، بدل ما هو حاسس ان احنا يعني في نوع من العشوائية شوية. ده مكان طبعا على ايدينا اليمين. هنكمل مع بعض المنظر ونشوف المنتجات زي ما انتم شايفين. بأكد الموضوع بدائي جدا. يا ريت نبروز المكان يعني نبروز بالشيء القيم اللي عندنا، يعني نحط ال... ال... يا ريت نبروز المكان بإطار يستحق منظر الهرم والحضارة بتاعتنا. مش عارفة هل الشكل ده عادي. طوب زي ما انتم شايفين محطوط على الستاندات. في حاجة تانية، ازايز المية مبالغ جدا في سعرها. ما تشجعوا الناس حتى المصريين العرب مش شرط الأجانب عشان نستغلهم نحط الحاجة الطبل. ازازة المية اللي بتتباع تقريبا ب2.5 أو ب3.5 بتلاقيها ب7، والإزازة اللي بتتباع ب4 بتلاقيها ب10. ليه؟ ما كده كده اللي بيبيعها ب4 بيبقى كسبان فيها برضو. كده احنا رايحين زي ما قلت لكم لابو الهول. طبعا الرحله كبيره، خدت مننا وقت كتير. في حاجات طبعا للاسف اتمسحت مني، كنت مصوراها. كده احنا رايحين. احنا كده رايحين لمدخل ابو الهول. بنلاقي برضو امن. دي مجموعة من الأجانب والمصريين واقفين بيشوفوا المكان ده. هوريهولكم. ده مكان زي حاجة للحظ. يعني بنعمل أمنية وبنرمي أي عملة معدنية أو مبلغ مالي، علشان ده معتقد، يعني اللي بيعتقد في الحاجات دي. هنا احنا رايحين. شايفين الجدران ضخمة ازاي؟ طبعا كل الحاجات دي تمت بأدوات بسيطة بدائية جدا. دي ممرات اهي. انا بحاول افرج لكم الصورة. موضوع ابو الهول ده حكايته حكاية. هنبقى نعمل له يعني زي تصوير لوحده. هنحاول بس نتفرج عليه ونشوف هو قد ايه هو وش انسان وجسم اسد او حيوان. هنا احنا طالعين على سلم خشبي عشان نشوف ابو الهول. هما طبعا قافلين الجزء، معرفش عشان ترميمات، بس احنا نقدر نشوفه. طبعا مكتوب على الحيطان من فوق ممنوع التسلق في كل مكان في الجدران. بس مش عارفة ليه الشباب واقفين في الجزء ده. يعني عايزين نقول برضو الإيجابي والسلبي. هنا ده منظر أبو الهول في تجمع لناس كبير كتير. زي ما انتوا شايفين كده ده منطقة أبو الهول. وهنا في تجمع من الأجانب بيحاولوا يشوفوا العمل الضخم دوت. مش مسموح ان احنا ننزل تحت، فاحنا بنتفرج عليه من منطقة علوية شوية. حاول اجيب لكم شوية معلومات عنه ونقدر يا رب تكون الرحلة الجميلة دي عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تشيروا الفيديو
بتمنى في نهاية رحلتنا في الأهرامات الكل يجي ويزورها ويشوفها. وبتمنى من الاهتمام شوية بالأهرامات. احنا عندنا خريجين آثار لو هم اللي يستقبلوا الناس بيونيفورم معين، ويشرحوا لهم طبعا العظمة اللي عندنا، هيبقى أفضل. في ناس كتير ما تعرفش قيمة الأشياء دي، فهي هم على الأقل يبتدوا بمجموعات يعرفوا الناس الحجارة دي اتعملت ازاي، الأهرامات اتعملت ازاي، معلومات كافية. ده هيبقى شيء لطيف. لو احنا قدرنا نستغل الفراغات الفاضية الكتيرة في عمل سوق معين، أو نسميه مثلا سوق لبيع المنتجات مش الأثرية، يعني اللي هي الأنتيكات اللي بتتعمل، ده برضو هيبقى حاجة لطيفة. طبعا أنا مش بقول إن الجماعة بتوع الخيول كلهم سيئين، لا، بدهم عارفين لغات كتيرة جدا. يا ريت نهتم شوية بالموضوع دوت. وطبعا مبسوطة ان انتوا كنتوا معايا لاخر الرحلة، واتمنى ان انا اعمل لكم رحلة تاني. مع الف سلامة.